هي ممكن تكون في الشوط الثالث والرابع زادت المساحه اكتر للنادي الاهلي، واتحركنا وشفنا خطوره 3 4 كور كان ممكن يكون جوال بالنسبه للاهلي. انما التنظيم الدفاعي بتاع النادي المصري والطريقه اللي لعب بها حسام حسن يعني كانت الى حد ما تنظيم جيد جدا جدا، دفاع على قدرات، على قدر الامكانيات اللي موجوده فيها فرقه المصري. المصري لعب لانه ما عندوش دكه ونواف، وبالتالي لعب على الامكانيات اللي متواجده عنده. مين بديل راس الحربه اللي الجمعه في النادي المصري؟ لا يوجد. في النادي الاهلي عنده 3 4، وبالتالي هو بيلعب على الهجمه المرتده، بيلعب على التمديد وقت المباراه، بيلعب على ركلات الترجيح على قد امكانياته. الاستحواذ كان للاهلي، الخطوره كانت عاليه جدا للاهلي، الكرات كانت قليله جدا للاهلي، وخصوصا وليد اوزارو في اضاعته للفرص. يعني فرصه او فرصتين يعني ممكن يكون لاعب سريع، ممكن يكون لاعب قوي، ولكن عنده اتخاذ القرار بطيء شويه في انهاء الهجمه والفينش بتاعه، وممكن يتصلح الموضوع ده مع المدير الفني. انما الاهلي كان خطوره على الاطراف ممتاز جدا عند علي معلول ووليد قبل ما يخرج، وبعد ما نزل مؤمن وكمان اسلام محارب. الخطوره من نص الملعب عند عبد الله السعيد وكان بيساعده وليد السوليه. الضغط العالي بتاع النادي الاهلي نظرا لاستخدامه ال 50 60 متر اللي سايبهم من النادي المصري باللعب تحت الدايره، وده كان نقطه ايجابيه جدا للنادي الاهلي انه ضغط بكل خطوطه. ما ادوش فرصه للنادي المصري ان يعمل هجمه او 2 أو 3. تلعب مع فرقه طوال 120 دقيقه عندها كورنر واحد بس. اي بس ما علي، بس انت كمدير فني من المفترض منك انك تشوف حلول. النادي المصري؟ لا الاهلي اكيد هو الحلول اللي عملها لما نزل مؤمن زود اكتر بالنسبه للاعب، انه هو مؤمن من اكتر الناس اللي تقدر تتابع وتعمل المتابعه جوه خط 18، وعنده حلول وصايع كوره بلغه كره القدم المصريه، وهو يمكن على الصوره قدامنا فرحان بالكاس. النقطه الثانيه اسلام محارب. انا وجهه نظري بس شخصيه ان حسام البدري اتاخر شويه في التغيير، وخصوصا ان هو يعلم جدا ان دكه بدلاء المصري ما فيهاش اللعيب اللي يقدر يسعفك. حسام حسن عمل تغييره كان بيحاول فيها استعاده نص الملعب بعد ال 4-1 خرج احمد شكري وخلى اسلام عيسى لعب ناحيه اليمين، ونزل عمرو موسى لعب مع فريد شوقي عشان السوليه وعشان عبد الله السعيد، ولعب ب3 لعيب من 4-2-3-1. ولكن في رايي وجهه نظري ان دكه البدلاء ما تشيلش نظرا للاصابات الكتيره جدا اللي عند حسام حسن. ما كانش المفروض المدراء الفنيين الاثنين يكون لهم دور اكثر في سير المباراه؟ بمعنى انه الاهلي مثل ما تقول لك خالد بيومي، يعني الاهلي مستحوذ بس بدون فعاليه في الخط الامامي. بالمقابل حسام حسن كانه كان راغب ان تنهي المباراه، يروح لركلات الترجيح. طبعا هو هدفه ويعكس كلامه اللي دايما يصرح به انه فوارق الامكانيات، فهو عارف انه هناك فوارق، بالاضافه الى خبره الموقف بالنسبه للاعبته بالمقابل بخبره الموقف للاعبي النادي الاهلي. اعتقد انه هذا الجيل من اللاعبين النادي المصري لم يواجه الجمهور. بروح لسيف الواحدي عند سعاده عارف العواني. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره طبعا في النادي الاهلي، الرائع اليوم، الفرحه الكبيره اللي جبتوها لي، هذه الالاف المؤلفه اللي تبعتكم هنا وحضرت لكم من جماهير نادي الاهلي. الحمد لله طبعا، يعني بالتاكيد هدف من الاهداف بتاعتنا، هدف يعني بلس ان انت عايز طبعا تكسب بطوله وتضيف لرصيدك بطوله، لكن كمان بيبقى سعيد جدا جدا لما بتشوف فرحه في عيون الناس، وخصوصا كمان الناس اللي هي مش موجوده في القاهره او مش حاضره في القاهره في الوقت الحالي. انت بتيجي يوم بعد فتره طويله او كل فتره طويله، فبالتاكيد سعادتهم دي حاجه تهمنا جدا يعني. طيب اليوم كانت المباراه صعبه جدا 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 مع فريق عنيد جدا بكاريزما ما شاء الله رائعه من الفريق المصري ما يستهان فيه. كيف قدرتوا تتخطون وتعدون لاعبتكم من اجل تخطي سوبر ومباراه حساسه نفس هذه في ارض تعتبر خلينا نقول بعيده عن مصر خلينا نقول، ولكن بين اهلكم واحضانكم اكيد طبعا. كيف حسيت فيها؟ طبعا هي بالتاكيد احنا بلدنا هنا ما فيش كلام في كده، بلدنا يعني ما حسيت بغربه بسبب الجمهور؟ بالعكس ده احنا مفتقدينه، يعني احنا مفتقدينه، لكن هي الصعوبه بتتمثل في شويه حاجات، ان هي مباراه او بطوله من يوم واحد بتعتمد على احداثها ومدى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني كميه الفرص اللي انت ضيعتها كانت كفيله انها تطلع بعدد وافر من الاهداف، وبعدين بتجيب جول بالشكل بتاعنا ده. لكن صعوبه من الصعوبات اللي واجهتنا ان احنا لسه لاعبين مباراه من 3 ايام مع طبعا ديربي في مصر اللي هو مع الزمالك، فباهداف وشخصيات وتحضير وتجهيز بيبقى واخد يعني معظم التركيز، تتنقل على طول لمباراه زي السوبر
فطبعا يعني الفتره الزمنيه اللي كانت ما بين الاثنين كانت صعبه شويه، لكن شخصيه لاعيبه النادي الاهلي وقدراتهم وامكانياتهم وعقولهم اللي بتتفكر بتسهل علينا حاجات كتير قوي. مبروك لكل الاهلاويه النهارده، مبروك لكل الناس، مبروك التنظيم كمان اللي احنا شايفينه ده مش غريب عليا ولا غريب على اي حد، انا متاكد انه هيطلع على ابهى صوره. مبروك لكل الاهلاويه اللي جم النهارده وكل الشعب المصري، لكن كمان من بكره عندنا هدف ثاني هو الدوري ان شاء الله. الاستاذ هزاع بن زايد السنه الماضيه خسرتوا فيه السوبر، السنه رديتوا الدين واخذتوه، شو اللي تطمح فيه الفتره القادمه من بعد هذا الفوز؟ احنا هزاع بن زايد ما خسرناش فيه خالص، احنا لعبنا السوبر 2015 هنا مع الزمالك كسبنا 3-2، حتى روما لما لعبناها هنا لعبناها في الاستاد دوت كسبنا 4-3، والسنه دي بنكسب هنا. يمكن المره الوحيده اللي خسرناها كانت مش في هزاع بن زايد، لكن على العموم الحمد لله طبعا على كل شيء والحمد لله على المكسب يعني. ان شاء الله دائما استاذ هزاع بن زايد كل اهلاوي يقولون ويا حلو على الاهلي مثل ما قلت، طبعا ما اخترتوا اللعب كان في ملعب ثاني، ولكن نقول لكم مبروك الف 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 مبروك، بالفعل نحن فرحانين لكم بهذا التنظيم، انتم لكم الفوز ونحن لنا شرف الاستضافه والترحيب فيكم. شعوركم وصل لنا، واحنا يعني انا مش عايز اقول انتوا يعني مش انتوا، انا عايز اقول احنا كلنا يعني كشعب مصري وشعب اماراتي الحقيقه يعني انا فخور جدا 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 في ظل الترابط والتماسك والحب اللي بنلاقيه منكم ومننا كواحد. انا بحس ان انت في عيله واحده وبيت واحد، ويا رب العالم العربي يكون كده كله. يا رب يا رب. شكرا كابتن ومبروك الف مره. شكرا يا فندم. شكرا. هاي طبعا كانت الاجواء الرائعه اللي نعيشها لا زلنا، ولا ترجع لي الكلمه زميلي يعقوب. لا راحتك. مبروك، انا اخرتك كثير ولكن يعني انت فرحان وفرحتونا معاكم، يعني تجمعكم انت والنادي المصري، وجودكم في الامارات هذا شرف كبير بالنسبه لنا. كلمني عن المباراه، خاصه ان المصري نشف ريجكم شوي. والله احنا سعداء جدا اللي بنيجي الامارات، انا شخصيا بحب دوله الامارات جدا، لما بنيجي نلعب الصور نكون فرحانين احنا بنيجي هنا. ماتش صعب ايا كان، دي بطوله صعبه، بنلعب فرقه كبيره، معاهم مدرب كابتن حسام حسن ده من المدربين الكويسين جدا. ضيعنا فرص شويه بس في الاخر الماتش يعني بطوله لازم نصبر لغايه ما الحمد لله جبنا جول عن طريق وليد أزارو. الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب الحمد لله. توقعتوا الهديه من الحارس المصري؟ توقعتوا الهديه من الحارس؟ لا طبيعي يعني مش طبيعي، ممكن اي حد يغلط، هي كرة كده يعني ممكن غلطة كسبنا بيها الحمد لله. انا بقول له بس مش عايزه يزعل، كرة كده غلطات وياما يعني هو لسه صغير يتعلم يعني ان شاء الله. الف مبروك واترك مع المصورين، احنا الجمهور ينتظرك. الله يبارك فيك وبشكرك جدا والف مبروك للنادي الاهلي كله. شكرا كابتن احمد فتحي. يعقوب لك الكلمة. اذهب الى سعيد المعمري معاه بعد كذلك الكابتن سعد سمير. مبروك الف 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 مبروك، الاهلي اليوم هنا من الامارات يفوز بالسوبر المصري، شو ممكن تقول بهذه الفرحه؟ الله يبارك فيك، الحمد لله احنا بنهدي الفوز لجمهورنا، والسنه اللي فاتت البطوله ضاعت مننا، الحمد لله قدرنا نجيبها السنه دي، ودايما ملعب هزاع بن زايد وشه حلو على النادي الاهلي، وبشكر كل الجمهور وبشكر كل المسؤولين في الامارات على التنظيم الهائل ده، وبقول مبروك لجمهور النادي الاهلي. 23,000 اليوم حضروا كلهم مصريين ومحبين للكرة المصرية في استاد هزاع بن زايد اليوم، وقدرتوا في مباراة صعبة جدا انكم تخطفون الفوز من النادي المصري، كيف تشوف هذا الفوز؟ فوز مهم بالنسبة لنا، بطولة مهمة في بداية الموسم بالنسبة لنا. الحمد لله تعبنا الفترة اللي فاتت، كنا مركزين، عندنا ضغط ماتشات، النهارده بنلعب فرقة محترمة بس الحمد لله درسناها كويس. الكابتن حسام فرجنا كذا مرة وحفظنا الفرقة، وكان عندنا فرص كتير لكن ربنا أراد إن احنا نكسب في الآخر عشان الفرحة تبقى كبيرة. وبنشكر كل الجمهور ده وبنشكر كل الناس اللي جت، يعني هم اللي بدونا دافع وهم اللي بدونا حماس ان احنا نكسب الماتشات دي، فبنبارك لهم كلهم. الف الف مبروك شباب، يعطيكم العافيه، وان شاء الله دائما يكون وجه استاذ هزاع بن زايد والعين وابو ظبي والامارات كلها وجه خير عليكم ان شاء الله وسعاد. مبروكين. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. الف مبروك، وبنبارك للنادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي، ودايما الامارات وشها حلو علينا. شكرا.